السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ انا واحدة عندي 27 سنة. انا حكايتي بدأت بالحب. كنت فاكرة ان لقيت فارس احلامي، شاب عرفته من كام سنة. حسيت معاه بامان كاذب. لما اتجوزنا كنت داخلة البيت بعيون كلها احلام، بيت دافئ، زوج حنين، وبنت حلوة تملالي حياتي. لكن الحقيقة كانت عكس كده. لكن الحقيقة كانت عكس كده. بعد كام شهر من الجواز لقيت الضحكة اللي كنت بعشقها بقت صرخة، والكلمة الحلوة اتحولت لإهانة. أول مرة ضربني كنت قاعد على الأرض مش مصدقة. عقلي بيقول هو مستحيل يعمل كده، لكن إيدي على وشي كانت بتقولي هو عمل كده فعلا. قلت هسامحه، يمكن لحظة غضب، لكن العنف بإعادة عنده. بقت حياتي بين صوت خبط ايده عليا وصوت دموعي وانا بحاول اخفي وجعي. وبعد فترة اكتشفت المصيبة الاكبر: الخيانة. كنت بشوفه بيكتب رسائل غريبة على الموبايل لحد ما يوم لقيت محادثات كاملة مع واحدة، كلمات حب كنت انا محرومة منها وقتها. وقتها قلبي اتقسم نصين، نص بيصرخ من الغدر ونص بيترجاني. نص بيصرخ من الغادر ونص بيترجاني استحمل عشان بنتي. بنتي كانت هي النور الوحيد في حياتي. كنت بمسكها في حضني. بنتي كانت هي النور الوحيد في حياتي. كنت بمسكها في حضني بالليل وهي نايمة واقول في سري انا عايشة عشانك انتي. هي الوحيدة اللي كنت بحس انها بتحبني من غير شروط. بس مع الوقت جوايا اتكسر الضرب، الإهانة، الخيانة، كل ده خلاني اخد القرار الأصعب ألا وهو الطلاق. كنت فاكرة ان الطلاق هيديني فرصة اتنفس واعيش مع بنتي في سلام. كنت فاكرة ان الطلاق هيديني فرصة اتنفس واعيش مع بنتي في سلام. لكن الطلاق ما خلصش المأساة، بالعكس، بدأ فصل جديد من العذاب. أهل جوزي خدوا مني بنتي. في الأول قالوا خليها يومين عندنا. وافقت عشان ما أبانش إني بخاف. لكن اليومين بقوا أسابيع. كل ما أروح أشوفها يقولولي مشغولة، نايمة. بكرة كنت بشوف لعبتها على الكنبة من غيرها ودموعي تنزل غصب عني. آخر مرة شفتها قبل ما يمنعوني كانت ماسكة إيدي جامد وقالت لي ماما ما تروحيش. الكلمة دي فضلت ترن في وداني لحد النهاردة. حسيت اني بخونها وانا بسيبها حتى لو غصب عني. دلوقتي البيت من غيرها زي مقبرة. بصحى بالليل ادور على نفسها جنبي ومش بلاقيه. ببص على صورها في الموبايل واحط ايدي على الشاشة كأني همسح شعرها. انا عايشة على الذكريات، على ريحة هدومها اللي لسه محتفظة بيها. الحرمان دوا بيقتلني كل يوم. انا مش بس اتطلقت من جوزي، انا اتطلقت من بنتي. وسؤالي ليك يا عبد الرحمن: ازاي اقدر اعيش وانا محرومة من حضن بنتي؟ هل استسلم للوجع ولا في امل ارجع حقي كأم؟ صراحة يعني اكتر حاجة تحزني في الطلاق وفي المشاكل والكلام من ده البهدلة اللي بتحصل ما بين الزوجين، وبيتبهدل كمان بيكون ضحيتها الأبناء. بصي، أنا عايز أقولك، أنتي للأسف الشديد ده شخص كان خاين وخانك، ما كانش ينفع تكملي معاه. فقرار الطلاق أنتي أصلا يعني اوريدي أصلا بالفعل مجبرة، يعني اتحملتي حاجات ويعني كتير مش قليل. حكاية بقى ان انت تقولي ازاي اقدر اعيش وانا محرومة من حضن بنتي. لا، انت اصلا ان شاء الله باذن الله تعالى مش هتعيشي بعيد عن حضن بنتك. اولا المشاكل زي كده احنا بنتكلم، بنعمل جلسات عائلية، نكلم الاسر. لازم والدك، والدتك، اخواتك يكونوا معاكي، يقفوا معاكي في النقطة دي وقفة جامدة، وقفة كويسة، وقفة قوية، عشان يرجعولك بنتك لحضنك. هو كده كده البنت من حق الاتنين يشوفوها، بغض النظر ان الاب خاين. ما ينفعش تحرمي اب من بنته،
وكذلك هو ما يقدرش يحرم البنت من امها. فانت لازم لازم تشوفي اهلك، لازم اخواتك، والدك لازم يقفوا معاكي. لازم تكلمي تتناقشي مع اهله. لازم تحلي الموضوع ده في الاول، تحلوه بالود، تعملوا جلسات عائلية، تعملوا قعدات عائلية. حتى لو هتعملوا صلح، بس اهم حاجة ان البنت ما تتبهدلش، ترجع لحضنك. وبرضه لو والدها عايز يشوفها يشوفها. بس ان الاب ياخد البنت ويمنعها من امها، لا، ده غلط، ده غلط. فانت شوية بشوية حاولي تناقشي مع اهلك. لازم يكون معاكي حد، وادعي ربنا ان شاء الله باذن الله تعالى، ربنا يرجعها لحضنك ان شاء الله. ربنا يحل لك الامر ده او الموضوع ده، وربنا ان شاء الله يكبر بخاطرك، وان شاء الله بنتك ترجع قريب لحضنك. في حال بقى ان المشاكل كبرت وزادت وبقى فيها كلام زاد، وبقى قال وقلنا وكلام زي كده، الامر بسيط. انا هقولك دلوقتي، اب خد البنت بالقوة وحرمها من امها، وحرم الام من البنت، وانت مثلا مش عارفة توصلي لها او خفى البنت وما عرفتوش تحلوا الموضوع بودي. خلاص، انا ساعتها هقولك ان مفيش غير انك تلجئي للقانون، تلجئي للقانون والقضاء. لان انت مش هينفع، طالما انت مش قادرة، الكلام الودي ما جابش نتيجة، ففي هذه الحالة تلجئي للقانون. اصلي دي ارواح، ودي العملية مش عافية، العملية مش عافية. مفيش مشكلة حصلت او طلاق، الاب يمنع البنت او يحرم البنت من امها ويحرم الام من بنتها ليه؟ المشاكل ما بينك وبين جوزك ليه تتطور للبنت؟ فانت خلاص، والله انت اعملي اللي عليكي، حاولي تحلي بالمعروف. فانت حاولي تحلي بالمعروف، حاولي تحلي بالود. كان بها خلاص، اتفقوا بقى. البنت مثلا تقعد عندك فترة، كلام من ده. مثلا هو يجي لها يوم في الاسبوع، ياخدها يوم في الاسبوع، كلام من ده، على حسب ما انتوا تتفقوا. وكمان في وجود جلسة عائلية، والدك اخواتك. بالنسبة بقى الكلام ده ما جابش نتيجة، تلجأ للقانون، تلجئي للقانون، تلجئي للقضاء. وطبعا زي ما انت عارفة، ان شاء الله بإذن الله تعالى، ان شاء الله بإذن الله تعالى، مفيش حاجة بتبع، مفيش حاجة أقوى من القضاء. القضاء بيجيب حقوق المظلومين، وأي حد ليه حق بيعرف ياخده بالقضاء. واحنا طبعا عارفين المحاكم ودنيتنا، والدنيا مش سبهلة، لا، احنا عندنا قضاء وعندنا قانون وعندنا دولة وعندنا محاكم. فالموضوع ده تاخديه بالقضاء عادي، بالقضاء، طالما بقى الموضوع مش جاي بالود. بس حاولي انك تحل بالود الاول. ما تحلش بالود، خلاص الجأي في المحاكم. اتمنى اكون افدتك، ونشوفكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.